شكينا من دعاة التحرر من سنين، كل فتنة تسوهم راسها واسبابها، يطرحون افكار يندالها عرض الجبين، فتنة لا خير فيها ولا من جابها، من صفات اصحابها تبطن الشر الدفين، تدعي الاصلاح والخبث تحت ثيابها، صوتها مسموع وانصارها متكاتفين، روسها في الغرب والشرق فيها ذنابها، يزعمون ان السياسة تقوم بغير دين، كيف تمضي سلة السيف دون انصابها؟ من خلال الطرح قامت نواياهم تبين، كل علماني وضع خطته واوصابها، يطعن الاسلام وهله على حبل الوتين، في مقالات كتب نصها وادلابها، وانشروها في وسائل اعلام المسلمين، احد يسمع خبرها واحد يقرابها، وكل صاحب دين واللي معه عقل الرزين، مستحيل اللي تخدش الشرف يرضى بها، والشرف والعز مبدأ الرجال الطيبين، والحياة اللي بلا عز وش يبغى بها، والفتاة المسلمة عرضها عرض ثمين، والرجال الذب عن عرضها برقابها، والشريفة لو تلين الحجارة ما تلين، لو تقطع ما تساوم على جلبابها، والبطل من دون عرضه كما الحرز المكين، انحضر وانغاب له هيبة يدرابها، ما يدوج البس والليث في وسط العرين، لا دنت منها البساسة يقص شنابها، يا ولي امر الفتاة انتبه خلك فطين، الحذر من ساعة ما حسبت حسابها، المصايب كوم والمطغى فوق الطحين، والفتن قامت علينا تسوق ركابها، وخيمت بطرافنا من شمال ومن يمين، ولا مضت فتنة تجيك اختها بعقابها، فانحفظت الجوهرة داخل الحصن الحصين، اصبحت مصيونة العرض في دولابها، وان تركت الجوهرة تختلف فيها اليدين، اصبحت مثل البضاعة مع جلابها، كم فتاة مالها حيل تنكون الونين، اقهروها واحرقوا دمها واعصابها، عرضها في الشرق والغرب يخدش كل حين، عرضها في الشرق والغرب يخدش كل حين، بين سكين المجازر وبين كلاب.